اثنين من اليمن قتلوا صديقهم بسبب الخلاف على وجبة الغداء. من الذي يطبخ وجبة الغداء؟ أنت تطبخ وجبة الغداء؟ لا، أنت تطبخ وجبة الغداء. تطورت الكارثة حتى قتلوا صديقهم. صلاح التاج من اليمن من مدينة تعز، يقيم في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض. صلاح التاج يسكن مع أصدقائه من اليمن بطبيعة الحال في سكن واحد وفي بيت واحد. اختلف مع أصدقائه من الذي يطبخ وجبة الغداء. جاء وقت الغداء، هذا يقول أنت عندك الطباخة وهذا يقول لا، عندك أنت الطباخة. اختلفوا وتطور هذا الخلاف وكبرت هذا المشكلة. هل حصل بينهم خلاف آخر؟ هل هناك مشاكل أخرى؟ هل في مشاكل سابقة؟ هل في أمور سابقة؟ الله أعلم. المهم اختلفوا مع صديقهم من الذي يطبخ وجبة الغداء، من كلمة إلى كلمة حتى تعدوا على صديقهم وضعنوه بالسكين حتى فارق الحياة. هذين الشخصين أول ما فعلوا هذا الجريمة وهذا الكارثة هربوا مباشرة من مكان الحادثة، ولكن الحمد لله خلال ساعة من هذا الحادثة تم القبض عليهم وهم الآن بيد الجهات الأمنية، وبإذن الله عز وجل في أقرب وقت تتم محاكمتهم والقصاص منهم. طبعا كل الثلاثة الأشخاص من اليمن، هذا من تعز وهذا من صعدة وهذا من عمران، وللأسف الشديد أن أبناء بلد واحد تحصل بينهم هذا الكارثة العظيمة بسبب هذا السبب التافه والبسيط، بالرغم أن بينهم عشرة وأيام وعيش وملح، ولكن الله المستعان. الله يغفر للأخ صلاح ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. جميعنا بدون استثناء بما فيهم أنا نزلنا عن قصة المقتول صلاح التاج الذي قتل في المملكة العربية السعودية، وأن سبب قتله كان عن سبب طباخة. تواصل معي أخو المقتول والمغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح التاج وكلمني بالقصة كامل. الموضوع طلع أتفه من موضوع طباخة، أنتم مستوعبين؟ حقيقة طلع أتفه من موضوع طباخة، ومش موضوع طباخة. صح أن الموضوع ما يبعدش كثيرا عن الطباخة، ولكن الموضوع هو بسبب 20 ريال سعودي. أيوة 20 ريال سعودي تم قتل المغفور له بإذن الله صلاح التاج. قيمة أنبوبة غاز، هذا هو السبب الرئيسي. هو لم يكن طباخة واليوم دولة قال دولي، لا. أخو المقتول رحمة الله تخشاه تواصل معي وقبل لي القصة كامل. صلاح التاج يشتغل في كسارة تبعد عن الرياض تقريبا 100 كيلو، منطقة صحراوية. كان ينام في كونتر، الكونتر هذا داخله مطبخ خاص فيه والكونتر خاص فيه، والاثنين اليمنيين هذو عندهم كونتر آخر يشتغلوا بنفس الكسارة ونفس الشركة. فكانوا يطبخون عند صلاح التاج في الكونتر حطوه. صلاح التاج ما كان شي مانع انهم يطبخوا عنده، لكن كان يطلب منهم ان يقسموا قيمة الأنبوبة الغاز بالتساوي. كانوا ياخذوا الموضوع بمهزلة وما يجيبوا له قيمة الأنبوبة الغاز. هو من مرة إلى أخرى يعبي مرة مرتين على حسابه، مرة ثالثة، إلى يوم الربوع في الليل قبل يومين من نشر هذا المقطع أجاوا يطبخوا فاصوليا بالتحديد، وكانوا مستعدين لتقطيع الطماط والبصل وبيدهم سكاكين. فجاء صلاح التاج قال لهم من اليوم يا تفرقوا قيمة الأنبوبة الغاز يا ما فيش طباخة. فاشتد الكلام فيما بينهم وطعنوا صلاح التاج، طعنه في يده وطعنه في القلب. طبعا الطعنه اللي في يده كانت دفاع عن النفس، كان يحاول يدافع على نفسه. الطعنه اللي اتت في القلب انهى المغفور له باذن الله صلاح التاج. لاذ بالفرار الشخصين هؤلاء وتم القبض عليهم ليله الجمعه. يقال انهم سلموا نفسهم ويقال انه تم القبض عليهم، مش مهم. المهم الحين هي لماذا تم قتل صلاح التاج؟ بسبب انبوبه غاز. يعني الدعوه مش طباخه ومن كلمة لا كلمة وطلع خمر الرجال، لا، الدعوة طناخة. بنطبخ عندك وبالأنبوبة الغاز حقك وما بنفرقش. يعني شفت كمية الاستحقار. يعني الاثنين هذو كلمة أو حكم إعدام عليهم قليل، والله قليل. الرجال يسمح لك تطبخ عنده في الكونتر ويقول لك افرق أنا وأنت الأنبوبة الغاز وما تفرق. شو لما يقول لك يا تفرق يا ما فيش طباخة تروح تطعنه؟ إيش العقلية اللي وصلنا لها؟ إيش الوحشية حقيقة. طبعا الاثنين هؤلاء هم كانوا رفاق وصحبة قوية، وصلاح التاج كان نوعا ما معرفة معاهم لكن مش بالصحبة اللي ما بينهم. فكانوا يستقوا عليه لأنه حدثت خلافات سابقة عن رصيد وإنترنت وشحن. كان يعطيهم كروت شحن ويحاسبني ويتأخروا وما يحاسبوه إلا بوقت متأخر، وأحيانا ما كانوش يحاسبوه. فالموضوع كان استقواء على صلاح التاج لأن الاثنين كانوا صحبتهم قوية ومن منطقة تبعد عن تعز، منطقة أخرى لا نريد تحديدها بالضبط. فلذلك نشكر الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية أنهم ألقوا القبض عليهم، ونطالب بأن لا يضيع دم صلاح التاج هدر، وأن يلقوا حتفهم وينالوا عقابهم. ونسأل الله أن يرحم صلاح التاج ويلهم أهله الصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا تكلمنا بقصة الشاب صلاح التاج الذي قتل على يد زملائه في المملكة العربية السعودية. كانت قصة مؤلمة جدا يا رجال.
يعني الرجال راحت حياته على سبب ايش؟ سبب طبخه. فحبيت اوصل رساله لاخواني المغتربين، يقول لك اختار الرفيق قبل الطريق. انت عندما تسكن مع ناس اذا ما عجبك شيخ الناس ولا اطلع، مش مجبر انك تعيش معاهم. اتمنى الرساله هذه وصلت يا رجال، رساله خفيفه لطيفه مع الجو اللطيف هذا، وتحياتي لكم. قصة صلاح التاج التي أحرقت قلوبنا وأحرقت قلوب الجميع. صلاح التاج من محافظة تعز تحديدا، من الحالمة، محافظة الناس الطيبين، الناس المثقفين، الناس اللي مستحيل يأذون أي إنسان، الناس اللي عاشرناهم بالغربة وما لقينا منهم إلا كل خير. صلاح التاج قتل مغدور في الغربة. تخيلوا، يهرب من بلاده من الجوع والفقر والجهل والمشاكل والحرب، ويدخل الغربة عشان يأسس نفسه ويعيل أسرته، وبالأخير يغدر به بالغربة. ومن من؟ من أبناء بلده، أبناء وطنه. هذا اللي يقولوا إحنا أصل العرب، إحنا التاريخ، وإحنا مدري إيش، وإحنا مدري إيش. وين أصل العرب؟ وين التاريخ؟ أصل العرب المفروض يكون يد واحدة، المفروض نكون واعيين، المفروض نكون متعلمين مثقفين، ما نكون جهلة وعنصريين ومتعجرفين. تقتل أخوك بالغربة على سبب طبخة، والمشكلة إنه صلاح ما قصر، لأنه لا على سبب طبخة ولا على شيء، على سبب أنبوبة غاز. اللي قتلوه يقال واحد من عمران وواحد من صعدة، يعني من أصحاب مطلع. مع احترامي الشديد لأصحاب مطلع، لكن في من أصحاب مطلع فيهم عنصرية لدرجة ما حد يتوقعها على أصحاب منزل. لا، وين وصلت العنصرية والجهل؟ تبعتكم إلى الغربة. اتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لهدم الكعبة حجرا حجرا أعظم عند الله أن يهدر دم امرئ مسلم. ونحسب أخونا صلاح شهيد، والله حسيبه، وحقه ما شطج لا بالدنيا ولا بالآخرة. إذا ضاع حقه بالدنيا فحقه محفوظ بالآخرة. وصلاح ما قصر أصلا معاكم، صلاح ما قصر معاكم، خلاكم تطبخون الشهر والشهرين والأسبوع والأسبوعين، لكن الإنسان يخرج عن صمته. أنا ما شقيش أدفع وأنتم تقولوا تطبخوا تأكلوا بلاش. قال لهم ادفعوا، أنا أدفع النص وأنتم تدفعوا النص، من حقه يا أخي. قالوا تمام، أخذوها بسخرية ومهزلة. أقعوا واشتوا يطبخوا تحديدا بعد صلاة العشاء، منعهم يا تدفعوا يا ما تطبخوش بيدام سكاكين. مباشرة قاموا تهجموا عليه، واحد طعنه باليد، واحد طعنه بالقلب. طعنة القلب اللي خلته فارق الحياة. لا، وين عاد بنزيد نوصل؟ عاد في شيء أعظم من هذا؟ لا، وين عاد بتوصلنا العنصرية؟ متى بنصير أخوة؟ متى بنتآخي؟ بأي وقت بنحب أنفسنا؟ بأي وقت كل واحد بيحب الآخر؟ أي وقت راح تآثر نفسك على أخوك؟ ولا خلاص؟ طبعا الأخ يعلق يقول: مقتل شاب يمني على يد أصدقائه في السكن. هذه المشكلة دائما تحصل للأسف الشديد، لأنه بعض شخص يكون عنده هموم ومشاكل لا يعلم بإلا جبار السماء، يكون عنده مشاكل أسرية، مشاكل في الشغل، أي مشاكل، يجي واحد يمزح معه أو مثلا يجادله أو يناقشه أو يطفش ويخليه يخرج عن طوره، فتحدث مثل هذه الحالات إنه يضطر إنه يا إما يدخلوا في عراك، يا إما يدخلوا في ضرب، يا في قتل، يا في طعن، وحدثت مثل هذه المشكلة كثير. الله يرحمه الشاب ويغفر له ويسكنه للجنة. ورسالتي إلى كل الناس: المغترب اليمني أكثر شخص للأسف الشديد يعاني. الغربة تعطيه شيء ولكنها تأخذ منه أشياء كثيرة جدا. فراقه عن بلده، أهله، وطنه، وناسه، وأكله، وشربه، وعيشته، وحياته، يبتعد، يغترب عشان يأكلها بلقمة حلال. فنصيحتي للناس: اتعاملوا معهم برفق. المغتربين هذا هم الرافد الأول للاقتصاد اليمني. المغتربين اليمنيين للأمانة أكثر مغترب يعاني في العالم كله. كل المغتربين يجون المملكة العربية السعودية بتبعد بلادهم آلاف الأميال، ولكن طيارة بثواني، بساعات أقصد، ويوصل بلده معزز مكرم. لكن المغترب اليمني يعاني، وإلا في الغربة يجلس يوما في الصحراء، لا أكل لا شرب ولا أي حاجة. ناشد الناس والجن والإنس علشان يفتحوا الطريق، ولا حد تكلم ولا حد عبر، يعني قصدي من الجهات المختصة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. فالمشكلة وما فيها إن المغترب يعاني أشياء كثيرة جدا، فتعاملوا معهم برفق، والله يكون في عون كل مغترب، ودمتم في أمان. أخونا صلاح التاج اللي قتلوا 2 من أصحابه داخل عزبة بسبب ما قامش يعمل الغداء كان عليه وما قامش يعمل غداء، قطعوا. مالكم ما إن شاء الله، لكن نسمع بحق الله دام هو في السعودية. إن شاء الله نسمع حكم الله
والقصاص في السعودية لا سير إن شاء الله. اسمع، ثانيا المغتربين اليمنيين كل مكان وقعوا رجال اتكاتفوا، مش المفتالة شغالة، خلوا المفتالة على جنب، انتم في غربة. لا انتم بالبلاد عادي تمفتروا، لكن في غربة وقعوا رجال اتكاتفوا مع بعض، مش مفتالة هذا بعد ذا وذا بعد ذا وذا بعد ذا. عيب. تلاقوا لو وقعوا رجال زحفنا خبر كان بنظل نتكلم. سلامتكم. شكرا. ماذا الحين؟ شكرا. امارات الخير. هكذا زمانة الغربة ولا بلاش. أمانة له خبر مؤلم، وعرفت ليش الشعب اليمني راجع وراء للخلف غير الشعوب كلها يا رجال. في المملكة العربية السعودية الشاب اليمني صلاح التاج مغترب وساكن مع زملائه، يعني يعيشوا ملح ويضحكوا سواء ويحزنوا سواء. بس لما الطبع غلب التطبع يا رجال، في بعض الناس قاموا اختلفوا، وعلى ايش؟ على دور من يطبخ. طبعا ما قصروا جلة الذي معه، قاموا خلصوا عليه. ويا ويلكم من الله لو وصلت بكم الحقارة. واثنين فسول غلبوا جيد، كنتم ضربتهم وخرجوا من العزلة، مش يعني تنهوا من الوجود. ايش يعني لو نوصل بنا الحال يا رجال؟ رحمة الله عليك يا صلاح. نرجو من يهمه الامر ضد الجناه وتطبيق حط الله فيهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. دعوتكم له بالرحمة يا رجال.